يعني واحده طالعه بتقول اغسلي شعرك بالفيري، والمفروض ان هي متخصصه في فرد الشعر وفي البشره. طيب انا هقولك بقى، لو انت عايزه تفردي شعرك سيبيكي من كل الكلام اللي بيتقال دوت، وتعالي خدي مني خلاصه فرد الشعر بمكونات طبيعيه هتغذي وتتقل وتكثف وكمان تمنع تقصف الشعرايه. ايه هي المكونات؟ صلي على سيدنا الحبيب قلبك يطيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصي يا ست البنات، الموضوع بمنتهى البساطه. هتروحي تجيبي لي بذور كتان، هاتي كميه حلوه كده اشطفيها، حطيها على النار واغليها، هتلاقي طلعت معاكي الجل. متفقين ان الجل دوت بينشف الشعر، بس استني كده وانا هديكي خلاصه الخلاصه في فرد شعر. الخطوه الثانيه هنعمل ايه؟ هنجيب كوبايه ميه ونحط عليها معلقه نشا ونقلب كويس ونحطها يتقل قوامها، هتديكي القوام الكريمي، هو ده القوام اللي انا عايزاه. هنعمل ايه تاني؟ هناخد جل بذور الكتان وهناخد كمان النشا. هنضيف كوبايه من زيت الزيتون البكر، زيت زيتون تبقى موثوق منه. هتعملي ايه؟ كل المكونات دي اضربيها لي في الخلاط، ضربتيها خلاص اديتك قوام كريمي، هو ده الكريم اللي انا عايزاكي تستخدميه. هتستخدميه كحمام كريم على شعرك مرتين في الاسبوع، واشطفي بميه بس وشوفي شعرك هيبقى عامل ازاي. واتحداكي، انا اهو بقول لك اتحداكي ان شعرك ما فردش، وان شعرك ما ترطبش، وان شعرك ما بقاش يبطل يقع، بس ما تكونيش عندك مشاكل صحيه. خلصتي معاكي الفيديو؟ وما تسمعيش كلام اللي بتقولك حطي لي فيري على شعرك. خلصتي معاكي الفيديو، واتمنى يكون الفيديو عجبك. يا ريت بقى لو الفيديو عجبك ما تنسينيش لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.